انا مش هقولك كنت بعمله زيك، لاني عارفة ومتأكدة من نفسي مليون في المية اني كنت بعمله اوحش منك بكتير، ودي حاجة انا معترفة بيها. كنت اكتر واحدة في العالم بتعمل الكرنبيت وحش جدا وما بيتاكلش، واحاول اقنعهم ان هو حلو وجميل، بس بيني وبين نفسي بقول الله يكون في عونهم من اللي هم بياكلوه. لدرجة ان هم فعلا يعني ولادي وجوزي كرهوا ان هم ياكلوا الكرنبيت. لحد ما قعدت بقى ابحث وادور لحد ما جبت الطريقة التحفة الوهم دي. عايزة تعرفيها ازاي؟ وتعالي بقى هعمله معاكي زي الكنتاكي بالظبط. يعني بصي والله طعمه تحفة، وقرمشة السنين بقى وتحفة بجد. الكرنبيتاية دي بقى لها شهر عندي. انا عملته مرة بالطريقة اللي انا هوريها لك دلوقتي من غير ما اصورها، وقلت بقى لازم اصوره معاكم. انا الكرنبيتايه دي زي ما قلت لك والله بقى لها يمكن اكتر من شهر كمان في التلاجة، وبصي زي ما هي حاجات بسيطه خالص اللي اتأثرت فيها، بس يعني ما تذكرش بالنسبه للمده دي. حفظت عليها ازاي في التلاجة؟ انا جبت كيس عادي من اللي هو الحاجات الأكياس البيضة اللي احنا بنشتري فيها الحاجات بتاعتنا عادي، ولفيت فيه الكرنبيتايه، بس اهم حاجه ان هو يكون ناشف كويس جدا مفيهوش ولا نقطه ميه، وتطلعي منه الهواء على قد ما تقدري وتربطيها كويس. وتأكيد رحت حطها جوه كيس تاني وحطها تحت في التلاجة من تحت خالص، وزي ما انت شايفة كده، وطلعتها بالشكل الجميل دوت. وهعملها معاكي. مش هتاخد مننا غير كوباية الزيت اللي هنحطها في الطاسة، ومش هتاخد مننا غير بيضاية واحدة، وبمعلقة سحرية وبطريقة سحرية، وبجد بجد يعني هتبقي أستاذة في الكرنبيت، ومش هتبطلي طول الموسم بتاعه تعمليه. بس ركزي معايا في الطريقة كويس والمقادير. وطبعا لو مش مشتركة معايا في القناة تشتركي وتفعلي الجرس عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصلك الاشعار. ولو عجبك الفيديو ما تبخليش باللايك، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو بيخليه اليوتيوب يقترحه وتعلي نسبة المشاهدة بتاعته. اول حاجة بعد ما قطعنا الكرنبيتية بتاعتنا كده، هنيجي بقى في الحلة على النار، طبعا مية مغلية وشوية ملح وشوية كمون، دي حاجة كلنا عارفينها. بعد كده هنيجي في بولة كده، هنحط فيها كمية الدقيق اللي انت حاساها ان هي مناسبة للكمية الكرنبيت بتاعتك، يعني كوباية نص كوباية على حسب. وبعد كده هنحط معلقة نشا. ركزي معايا في المقادير، انا الحاجات اللي انا بحطها دي بركنها على جنب عشان انا هستخدمها تاني. وربع معلقة بيكنج باودر، وطبعا الملح بتاعنا. انا الحاجات اللي بركنها زي ما قلت لك انا هستخدمها في حاجتين دلوقتي هتعرفيهم. وهحط بقى البهارات بتاعتك اللي انت حباها، كمون، شطة، كزبرة، حبة كركم لو عندك، توم باودر، ولو موجود يبقى احسن من التوم الفريش كمان، حبة خضرة اي نوع، بقدونس، كزبرة، مش هتفرق معانا، وبيضاية واحدة. يبقى اول حاجة هنوفرها معانا اهو في الكرنبيت البيض، احنا كنا بنعمله بخمس ست بيضات، دي بيضاية واحدة. وممكن تستغني عن البيض بس مش هتستغني عن البيكنج باودر والنشا. وفي طبق تاني كده خلاص عملنا العجينة السايلة، في طبق تاني حطيت نفس المكونات، دقيق ومعلقة نشا ونفس البهارات ورشة البيكنج باودر. كان الوقت دوت خلاص الكرنبيتاية بتاعتي اتسلقت وبقت زي الفل، وما تحاوليش ان انت تهريها. وتاني تكايه بقى في الكرنبيت عشان يطلع معاكي مقرمش وجميل ومستوي من جوه وما يبقاش معجن ولا اي حاجه، الحجم بتاعه ان انتي بعد ما بتسلقيه بتقطعيه وردات صغيره على قد ما تقدري، تخلي كل ورديه لوحدها كده صغيره، وتقطعي العرق بتاعه اللي هو الوحش اللي مش بيتاكل دايما دوت وملهوش اي لازمه يعني. وتظبطي كده الوردات بتاعتك وتخلي شكلها مهندم. بعد كده حبيبتي هتيجي في الطاسه هتحطي كوبايه الزيت وتستصغري الطاسه، يعني ما تحطيش حاجه كبيره عشان الزيت ما يبقاش كتير وتستخدمي زيت اكتر. وت... وتيجي بقى في الخلطه اللي هي السائله بتاعتنا دي هننزل بالكرنبيت، نقلبه فيها تقليبه كده شويه، وبعد كده هننزل بالخلطه الجافه اللي هي برضو دقيق ونشا وبيكنج باودر وملح وبهارات. لحد كده تمام يا ست الكل؟ تمام. هنعمل بقى ايه؟ هنطلع من الخلطة السائلة للخلطة البودر، وحاطين الطاسة بتاعتنا على النار وفيها الزيت بتاعنا. كل دوت كده زي الفل، مفيش حاجة هو صعبة ولا اي حاجة. وجينا بعد الزيت بتاعنا ما سخن وتأكدنا ان هو سخن شوية، احط لك المعلقة السحرية اللي هتوفر معاكي الزيت. مش هتحطي ولا نقطة زيت غير هما الحبة اللي انت بدأتي بيهم دول. وتحدي حطيت معلقة نشا، معلقة النشا في الزيت، ايوه معلقة النشا في الزيت. وانزلي بقى بالكرنبيت بتاعك، هياخد معاكي اللون والطعم والقرمشة، وهنوفر الزيت. واهم حاجة احنا كل يمكن 3/4 مش بيجيب الكرنبيت عشان حاجتين، البيض والزيت.
ان هما بياخد بيض كتير وبياخد زيت كتير. احنا بقى وفرنا الحاجتين دول زي ما قلت لك، ان البضايه اللي احنا حاطينها ممكن تستغني عنها خالص، مش هتأثر معانا. بس اللي هيأثر معانا رشة البيكنج باودر، هتديله كده هشاشة ومش هتخليه معجن معاكي من جوه، وهتخليه هش وحلو. تمام. وهنبدأ نعمل كل الكمية بتاعتنا بنفس الطريقة زي ما انت شايفه كده. احط في الخلطه السائله واقلب في الدقيق، وطبعا الدقيق اللي هو البودر الناشف دوت لو حسيتي ان هو قل معاكي حطي حبه تاني وزودي. وطبعا بعد ما حطينا الكرنبيت بتاعنا هدينا النار شويه عشان يستوي بقى من جوه كويس جدا، ما يبقاش معجن برضو ولا حاجه، والكرنبيت بتاعنا يحمر حلو. وتكاية تانية مهمة جدا، عايزة تحتفظي بأي حاجة بتقليها في شرط الكرنبيت بس ما تطلعهوش في الطبق على مناديل، طلعيه في مصفى. انا عندي المصفى دي بحط عليها تحتها الطبق بتاعها كده الاستانلس، وبطلع فيها سمك، كرنبيت، بطاطس، اي حاجة بتقليها في الزيت وعايزاها تحتفظ بقرمشتها. بصي انا بوريك اهو، اول طاسة طلعت معايا بجد كانت تحفة. زي ما قلت لك تحطيها في الطاسة وتسيبيها تتصفي الزيت بتاعها، مش هتشرب منك زيت وهيبقى خفيفة على المعدة وزي الفل. هنبدأ بقى نخلص كل الكمية بتاعتنا بالطريقة الجميلة السهلة التحفة، الكرنبيت الغلابة، الكنتاكي الغلابة زي ما بنسميه. بجد هتعمليه مش هتندمي خالص عليه، وهيوفر معاكي الزيت وهيوفر معاكي البيض وهيبقى طعمه جميل. وتعملي بقى جنبها تحابيش، هي اسمها أكلة التحابيش. بتنجان بابا غنوج، بتنجان مقلي، بطاطس محمرة، فول بطماطم، اي حاجة بقى، واليوم يعدي والدنيا هتمشي، وربنا يعيننا كلنا على الدنيا اللي احنا فيها ديت يا رب كده، ويسر لنا امورنا. ويا رب كده ان شاء الله الفيديو دوت يكون عجبك. ولو عجبك الفيديو ما تبخليش بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تشجعيني واعمل لك فيديوهات كتير كده، وان شاء الله ان شاء الله تستفادي منها. ونرجع بقى للكرنبيت بتاعنا ونفضل نقلب. بصي والله ما حطيت ولا نقطة زيت غير الحبة اللي انا حطيتهم في اول الفيديو معاكي. وزي ما انت شايفة كده، بصي الزيت زي ما هو في الطاسة، والكرنبيت طالع بلونه تحفة وجميل ومفيهوش اي حاجة خالص. وبنزل بالكمية كلها، وهفضل اعمل بالشكل دوت كده لحد ما اخلص الكميه بتاعتي. وهتخلصيه والزيت زي ما هو، بس كل الحكايه ان هو هيغير اللون عشان معلقه النشا اللي احنا حطيناها يعني بصراحه هتغير لونه شويه. وقلت قرنين الفلفل معايا كده. وبعد كده بقى يا ستي ادي الكرنبيت بتاعي اللي تحفه الجميل يعني انا بصي انا كنت عايزه اسيبلك الصوت مش عارفه عشان تسمعي القرمشه بتاعته والخروشه. والله مقرمش ومخرفش واكنك بتاكلي كنتاكي بجد. اتمنى الفيديو يكون عجبك واستفدتي منه، والسلام عليكم.